حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيديو أمولة فيه. وحشتوني وبتوحشوني. هتعملي ايه النهارده يا أمولة؟ عايزة أقول لكم لسه بننضف في حاجة العيد، في تنظيف ناس العيد يعني. طبعا كل سنة وانتم طيبين حبايبي. الحيطة دي طبعا أنا رشاها اللي هو بتاع الدهون. بقالي يمكن حوالي دلوقتي ساعتين. وعايزة أقول لكم بزق نفسي ومش قادرة أقوم. شاهد ربنا بقالي يمكن ساعتين. فقلت لا كفاية كده هقوم على حيلي عشان خاطر ايه؟ أخلص الدنيا معاكم. انتوا عارفين ببقى صاحية الصبح مش شايفة قدامي. باخد تقريبا ساعة ولا 2 على ما بفوق. طبعا شكرا على كلامكم الحلو، شكرا على كومنتاتكم، على لايكاتكم، على اشتراكاتكم، بجد شكرا ليكم. الفيديو ده مش عارفه هينزل على انهي قناه، يوميات امل كل حاجه ولا كوميديا اموله. اللي ما راحش هناك يجي هنا، اللي ما راحش هناك يروح هناك، واللي ما جاش هنا يجي هنا. انا مش عارفه تبقى كده ايه ملخبطه، بس ايه مش هوصيكوا يعني. وعايزه اقول لكم القناه الصغيره كوميديا اموله جايبه مشاهدات احسن من يوميات امل كل حاجه، على الرغم ان هي صغننه، بس الحمد لله. اكيد طبعا ربنا بيعوض، لان انا قناه يوميات امل كل حاجه انا تعبانه فيها قوي، مش لاقيه فيها مقابل بصراحه. ولغايه دلوقتي انا ما قبضتش في يوميات امل كل حاجه القناه الكبيره، ما قبضتش. بس الحمد لله يا جماعه، ربنا عنده التعويض ويكافئ كل واحد على قد تعبه. عايزه اقول لكم ما فيش غير الحته دي بس هي اللي ايه اللي مليانه دهون. وعايزه اقول لكم عندي شغل كتير، بس ان شاء الله كله هيخلص بقوة ربنا. بصوا صدقوني انا تقريبا من شهر صفيت الارض ورا البوتاجاز. انا شلت البوتاجاز خالص وصفيت مكانه. اهو لايك يا جماعه. الفيديوهات اصلا مش متشافه يا جماعه بسبب قله اللايكات، ومفيش اصلا مشاهدات في يوميات امل كل حاجه، مش فاهمه في ايه. فتقريبا الفيديو ده تقريبا كده هينزل على كوميديا اموله، مش عارفه، بس ايا كان اللي ما راحش هناك يروح واللي ما جاش هنا يجي. ربنا يخليكم لي يا رب. بامانه انتوا بتشجعوني على كل حاجه، على كل الرسومات بامانه. اهو يا جماعه خلاص الحيطه خلصت الحمد لله. بصوا الارض دي ورا البوتاجاز على فكره،